في قائمه من ضمن القائمه برضو اللي هنستخدمها كتير قوي، كرييت سيلكشن سيت. دي احنا بنعمل سيلكت على بعض الاوبجكتس وبعد كده نسميهم هنا. يعني مثلا هنعمل مثلا مثال مع بعض. هنختار مثلا بوكس، هنعمله كرييت، وهنيجي مثلا نعمل بوكس تاني ونعمله كرييت، وعملنا بوكس تالت كمان اهو. لو لفينا بالالت والسكرول حوالين الاوبجكتس هنشوفها من كذا زاويه. لو حبينا بقى ان احنا نسمي الاوبجكتين دول مع بعض، انا دلوقتي هعمل لهم مثلا بالكنترول، عملت سيلكت على الاثنين مع بعض، وعن طريق الموف انا اقدر ان انا اعمل لهم موف. طيب لو انا عايز استخدم بقى القائمه اللي انا لسه بتكلم عنها دي، انا ممكن اقوم جاي هنا كاتب مثلا بوكسز 2 مثلا وادوس انتر. بقدر بعد كده ان انا ما احتاجش ان انا اعمل سيلكت بالكنترول، لان طبعا الموضوع احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه بسيطه مبسطه جدا، لكن بعد كده هيبقى في كنترولرز كتير جدا معانا هنحتاج ان احنا نعمل سيلكت عليها. فنيجي هنا نقول بوكسز 2، فيبتدي انا كده عرفت امسك الاثنين على طول. ممكن بس أنا يبقى معايا في الكنترولرز بتاعه الكاركتر ممكن توصل ل 150 كنترولر. التول دي هتريحني جدا في ان انا اعرف اعمل سيلكت بسهوله.